السلام عليكم. فاز النادي الافريقي على مضيف وشبيبة القيروان 3 أهداف مقابل هدف. مباراة كانت في طريق واحد للنادي الافريقي، من بين المباريات اللي كانت نجم نقولوا سهلة للنادي الافريقي. فرض لعبه وفرض اسلوبه وسط الميدان، في وجود الشريمي وسط اخر. فرق بين وين كان النادي الافريقي قبل الشريمي وين ولا. الحقيقة لاعب ممتاز جدا، يلعب السهل الممتع. نعم، ما عندوش الزيد هذيك الكورة هاكم نشوفوا حتى في الأوروب برشلونة ضربة ضربة ويتحرك من غير كورة وكاسحة فيزيكمون. فوز باهي للمورال باش تكمل بيه السلسلة. 4 راح توا بلاش 4 راح ربح ورا بعضهم. عندك ماتش مع سليمان جاي، إن شاء الله تكمل تربح. والحاجة الباهية الأخرى اللي في راس شوات، خذا انذار يخليه يغيب الماتش الجاي، لكن يبدأ حاضر إن شاء الله المباراة الملعب التونسي ومن بعد ديربي العاصمة. الحاجة اللي تخوف اللي ثم لاعبين كيما صدق محمود كين زومبي وحسام حسن رمضان اللي عندهم 2 انذارات ما نجموش ينظفوا. وإن شاء الله يردوا بالهم ماتشوات الجايين باش ينجموا يكونوا حاضرين، خاصة كين زومبي وصادق محمود. أيضا رمضان لاعب مهم ولا في التشكيلة. لينا البارح قيمة الظهير أيمن يبدأ ممتاز دفاعيا وهجوميا. خرج هو منا ما فماش حتى دقيقتين وكلينا بولتو من شيرة الزعلوني. النادي الافريقي قداش عانى مع الزعلوني، جينا 70 دقيقة ولا 80 دقيقة حسام حسن رمضان ما جات حتى فرصة. خرج هو منا، دخل الزعلوني، تسجل شبيبة القيروان هدف. يعني باينة توا معادلة، ما عادش حبوا نشوفوا الزعلوني. لازم يبقى حسام حسن رمضان ياخذ بلاصته، وإن شاء الله بالماتشات يزيد يتطور أكثر. وسط الدفاع المشكلة كبيرة. علي يوسف كان مغطي على برشا لاعبين في النادي الافريقي كيما حمزة بن عبده وبو عبيد، الجمهور يحبوا يلعب. هاكم ريتو الراجل ضايع، والحقيقة مش في مستوى النادي الافريقي. نحكي كقلب دفاع يمكن نجاح كظهير خير. مشكلة النادي الافريقي خروج مكرم صغير ما كاروش صار، كارو قعد في باش كي تجيك وضعيات هكا تلقاه هو ولاعب ممتاز مش خايب. السهيلي وفي العاد ولاعب الحقيقة ما يتكلمش برشا، يلعب من غير كلام، جاي يقدم في مردود ممتاز، من بين أحسن الأظهرة في تونس توا. المشكلة اللي دارها لتوا فاقت والحكيو معها التجديد، راه يدخل من بعد جانفي، يدخل في 6 شهور الأخرين في النادي الإفريقي. تمشي توا تحكي معاه خاطر ما عندك شارية. راكم تشوفوا حسام بن علي ما يهنيش يعني تضرب فيسا. تمشي تحكي معاه من توا قبل ما يجيبه ليزوفر. توا مادام مازال ما دخلش في 6 شهور الاخرانيين، خاطر نجم يصحح في اي جمعيه يحب عليها هو. بلال ايت مالك، الحقيقه اللاعب هذا عباره لاعب تاع حوم، نعطيكم علاش. يلعب وحده وحتى يماركي وصحابه ما يفرح لهمش. يحب كان هو رينا لقطه في بدايه المباراه، خرج السهيلي قدامه كان يخرجها له ويخرج راس راس، ليه شد الكره هزها من بعد شاطها في السماء. ما يكادري صحيح يتحرك صحيح درجة، اما الحاجه اللي بها الفايده باش يحط كره في الشبكه. البونتو اللي ماركيه راه حتى لاعب من ليكول ينجم يماركيه كرة وحده وشاطها. عنده برشا عيوب الحقيقة. لاعب متاع يلعب الروح واكثر من المجموعة، ينجم يضرك في اطراف كي يبدا عندك ماتش صعيب تجي فيه كان فرصة وتجي لي هو ينجم يضيعها. يعني لازم يكون افيكاس اكثر، يحط كرة في الشبكة. معتز زمزمي مرسم في تشكيلة النادي الافريقي. سيدو خان هاكم ريتو دخل دوزيام ميتون وكرة عند الزمزمي بحذاه سيدو خان ما حبش يعطيه باس. علاش؟ باش ما يفوكلوش بلاصتو. الحقيقة ثم حاجات باهية في النادي الافريقي، ثم تحسن. ثم حاجات خايبة برشا كيما بسام السرار فيش يعمل في النادي الافريقي. اللي جدد له عامين لازم يتحاسب. الحقيقة لاعب ماهوش بتاع كورة حاليا. جملة دي تجي الكورة يدخل بعض ويخرج بها 6 متر. عطاه باس غلط زعما كلفت نادي افريقي هدف. اللي جدد بسام اسرار في لازم يتحاسب في النادي الافريقي، خاطر الحقيقه خساره فلوس هكاكا. جايك ماتش سليمان لازمك الناس الكل مستسهلته كلها تنظف. راه ماتش باش يكون صعيب يعني. العباد الكل تحب تاخذ صفر. ماتش صعيب باش يكون قبل ما تدخل في زوز ماتشوات صعاب قبل التريف اللي هما ينجموا يحدوا لك المستقبل نتاعك الموسم هذا. ان شاء الله ينجح فيهم النادي الافريقي، وان شاء الله من حسن الى